انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حق طالبة العريش. طب ايه اللي حصل وايه قصة طالبة العريش؟ نيرة طالبة بكلية الطب البيطري سنة أولى بجامعة العريش، حصل مشادة كلامية بينها وبين أحد زملائها اللي هي شروق، اللي قررت إن هي تنتقم منها. فقررت شروق إن هي تعاقب نيرة، فسألت صديقها اللي كانت على علاقة بيه اللي هو طه ازاي إن هي تقدر تنتقم من نيرة. فاقترح عليها طه إن هي تصورها وهي داخل الحمام، وبالفعل قامت شروق بتصوير نيرة وهي بداخل الحمام، وبدأت تهددها بالصور. مش بس كده، كمان ابتدت إن هي تنزل إحصائيات على جروب الدفعة عن الوقت اللي تنزل فيه الصور، وإنها عندها استعداد إن هي تتراجع عن نشر الصور لو نيرة اعتذرت له. بالفعل نيرة اعتذرت على جروب الدفعة وقال أنا بعتذر لشروق ومريم عن أي كلام حصل مني. بس للأسف استمرت شروق في ابتزازها لنيرة لحد ما أجبرتها إن هي تنتحر، وللأسف بالفعل نيرة انتحرت بحبوب الغلة خوفا من ابتزاز صديقتها لها.